السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هنكمل إن شاء الله الإيفنت ونشرح 3 إيفنت في الفيديو ده اللي هما كي داون والكي بريس والكي أب، والتلاتة إيفنت دول خاصين بالكيبورد. الكيبورد هي الكي دي خاص بالكيبورد. طيب نمسكهم واحد واحد بالتفصيل بإذن الله. أنا عامل إنبوت ومديله تايب تكست وكاتب سبان أو آدي الإنبوت والسبان قدامكم أهو. كلام جميل. هنيجي نحدد الإنبوت في الجيكويري بتاعنا. هنيجي نحدد الإنبوت، هقول له أهو هعمل سيلكت للإنبوت وأقول له دوت كي داون. طيب هيعمل إيه يا عم الحاج؟ هيعمل فانكشن معين. بكتبها إزاي؟ بين الأقواس أهو فانكشن، وافتح أقواس الفانكشن وافتح البراكت بتاع الفانكشن. كلام جميل. هقول له مثلا أحدد السبان وأقول له أنت السي اس اس بتاعك مثلا color وليكن اللون مثلا الريد. طيب واحدة واحدة بالتفصيل. يعني ايه كي داون؟ يعني ببساطة بقول له يا عم الانبوت، انت يا عم الانبوت لما اعمل عليك كي داون يعني لما افضل دايس على الكيبورد، افضل دايس على الكيبورد، عامل بالظبط زي الاكشن اللي احنا عارفينه الماوس داون في الفيديو غالبا اللي فات او اللي قبليه. الماوس داون يعني وانت دايس على الزرار، نفس الفكرة بالظبط بتاع الكي داون وانت دايس على الكيبورد. ده بتاع الماوس وده بتاع الكيبورد. ايه اللي هيحصل؟ هيجيب الاسبان ويقول له انت الكلر بتاعك ريد. هسيف اهو وهعمل ريفرش، هاجي اهو هدوس اهو وانا دايس، خلاص انا شلت وانت فاضل دايس، هيجيب الاسبان ويخلي الكلر بتاعه ريد. ده الاون كي داون. كلام جميل. لو جيت بقى خليته اون كي بريس اهو، هعمل ريفرش وهاجي ادوس اون كي بريس، نفس الفكرة. طب قال لي ايه الفرق الصغير ما بينهم؟ قال لي الفرق بسيط ببساطة كده، ان الاون كي داون عامل نفس فكرة الماوس داون. طب الاون كي بريس قال لي نفس فكرة الكليك، يعني لما تدوس وتشيل اهو. يعني انا لما ادوس واشيل اهو، هدوس هعمل ريفرش تاني، هدوس واشيل، خلاص انا دوست زرار وشيلته، هو فاير على طول الفانكشن دي. يبقى الاون كي بريس نفس فكرة الكليك اللي هو لما يدوس ويشيل. طب الاون كي داون قال لي لما يدوس ويفضل دايس. طيب حلو. اخر حاجه الاون كي اب. الاون كي اب معناها نفس فكره الماوس اب اللي هو ايه؟ لما يشيل ايده، يعني هو فاضل دايس مش هيحصل حاجه، لما تشيل ايدك على طول هتلاقي الفانكشن دي اتفايرد، اشتغل على طول. هعمل ريفرش اهو، هفضل دايس اهو، مفيش اي حاجه للتكست. اول ما شلت ايدي اهو خلاص التكست فاير على طول، الفانكشن بتاعتي فاير. ليه؟ لان الاون كي اب او الكي اب عامل نفس فكره الماوس اب. الماوس اب اللي بيحصل لما انت فاضل دايس ما بيحصلش حاجه، اول ما تشيل ايدك من على الماوس اشتغل. طب الكي اب نفس الفكره، وانت دايس على الزراير ما يحصلش حاجه، اول ما تشيل ايدك من على الزرار خلاص الكي اب بتشتغل. طيب بنستخدم ايه فيهم؟ قال لي الكي اب ده اكتر استخدام بتستخدمه على طول، يعني هي الاستفاده من الكي اب وداون وبريس. الكي اب اللي بتشتغل على طول انت بتستخدمها على طول، لان انت على طول عايز حاجه تحصل بعد ما يكتب، مش هتفضل وانت دايس يحصل حاجه، لا انت بعد ما تخلص كتابه يحصل التكست بتاعك على طول. واكتر مثال مشهور اللي هو انت لما تعمل تكست اريا، لما تجيب تكست اريا كده وتكتبها مثلا ويقول لك مثلا انت فاضل كام حرف وهكذا. والدرس ده غالبا في التطبيقات بتاعت الجيكوري في القناه، عاملينها برضو بالكي اب. طيب حلو. طب ايه التسلسل الترتيبي بتاعهم؟ يعني ايه؟ يعني مثلا لو جيت عملت لك كده اهو واهو واهو، وخليت اول واحد كي داون والتاني كي بريس والتالت مثلا كي اب، وهنا اخضر جرين مع الداون وانت دايس على طول، ولما يدوس ويشيل البريس مثلا يبقى خليه ريد، ولما تشيل خالص بعد الكتابة كلها يبقى بلو. ده التدرج بتاعهم بتاع الكي داون والكي بريس والكي اب. اللي بيحصل الاول الداون وانت دايس، اول ما تشيل البريس يحصل والكي اب فاضل دايس على طول. ده الترتيب بتاعهم، ده يعني ده رقم 3 اهو. هعمل ريفرش اهو، اول ما ادوس واشيل حصل ايه؟ وانا دايس داون يبقى جرين، انت شلت وانت في النص هيحول احمر، شلت خالص بقى بلو اهو. حد عايز حاجه؟ هو الاخضر بيجي يعني على طول، هو يعني ده كده مش بيحصل بسرعه، لكن هو الداون والاب اللي بيأثروا عليه اكتر. يعني دي مش لو ما فهمتهاش مش مشكله، بس الفكره كلها ببساطه ان انت تعرف ترتيبهم. طب بستخدم ايه وايه، ده مش مشكله خالص.
قال لي البريس ده يعني ما مش قوي يعني. انت معظم الوقت بتستخدم الداون والاب، تستخدم الداون والاب اللي هو اهو. هشيل تاني واعمل ريفرش، تستخدم الداون وانت بتكتب اهو، يعني الجرين والبلو على طول، تستخدم الجرين والبلو. هو ثانيه كده الريد كان مقصر الداون، طبعا انت كاتب هو البريس اول ما بتشيل برضه فبيشتغل يعني. بس انت خلي في علمك في الاخر خلاص، يعني خلاصه الدرس عشان ما تتلخبطش، الداون وانت دايس، الاب لما تشيل البريس عامل زي الكليك بالظبط، دوست شيلت بيشتغل لما تدوس وتشيل، ده لما تشيل، ده لما تدوس البريس لما تدوس وتشيل. تمام جدا. بنستخدم ايه؟ خلي ده في دماغك بس، اللي هو الكي اب. اتمنى يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.